السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة وراحة بال يا رب. نصلي ونسلم ونبارك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونشوف النهاردة اكلتنا. عاملين لوبيا ناشفة يا جماعة بطريقة تحفة جدا. اول حاجة جبت نص كيلو من اللوبيا. طبعا نقيتها والكلام ده وتمام، هي جاية نظيفة كمان زي الفل. اول حاجه هننقعها، المعلومه المهمه جدا يا جماعه ان البقوليات كلها لما نيجي نطبخها لازم ننقعها على الاقل ساعه، يعني هو يفضل اكتر من كده، بس على الاقل ساعه عشان البقول المفروض انها بتنزل سمومها في الميه اللي احنا بننقعها فيها دي، وما بنسلقهاش في نفس الميه دي زي ما انتم شايفين. انا كنت مستعجله فنقعتها ساعه، فهي قدامكم بالشكل ده. حطيت بقى ميه تغلي في الكاتل وشويه ميه صغيرين في الحله، وصفيت اللوبيا كويس قوي وغسلتها كمان من بعد النقع، وحطيتها على النار علشان تغلي. دايما بعمل صلصه باستمرار كده بالطريقه دي، انتوا عارفين طريقتي في الصلصه. على طول بسلق الطماطم كده وتنزل كل ميتها واصفي ميتها واضربها في الكبه بتبقى تمام، او بالهاند بلندر. بنسلق بقى اللوبيا بتاعتنا لحد ما تبقى فاضل لها 10 دقايق كده ولا 5 دقايق بس، تاخدهم في الصلصة كده ويبقى تمام. معايا بصلاية صغيرة قوي، مش بحب البصل كتير في اللوبيا، وقرن فلفل حامي اخضر واحمر لو حبيته يعني، للي يعوز. بجيب بقى طماطم وبضرب، انا مش عايزة البصلة تبان يا جماعة في اللوبيا. ما بخليهاش تبان خالص في اللوبيا، عشان كده بضربها كويس جدا مع كل المكونات علشان تبقى زيها زي الصلصة كده، كلها دايبة في بعضيها. علشان انا بعمل اللوبيا بطريقة مختلفة شوية، انا مش بشوح البصلة بتاعتها ولا بخليها تبان فيها خالص. اللوبيا بالذات مش عايزه يبقى فيها قطع. نصلي على النبي ونعمل لايك، صلوا على النبي واعملوا لايك دايما. نذكر ربنا كده طول ما احنا بنشتغل وبنحتسب، كله لله. لايك يا جماعه، لايك، واعملوا لنا اشتراك لو انتم مش معانا، وتابعونا على الفيسبوك والتيك توك وعلى الانستجرام كمان، طبعا اشتراك على اليوتيوب. بجيب بقى معلقتين 3 زيت على معلقة من السمنة وشوية توم. انا بقى بعمل اللوبيا بالثوم والكمون زي الصلصة بتاعت، او زي التقلية بتاعت الكفتة اللي هي كفتة الرز. طبعا كل المكونات بقى دايبة في قلب الصلصة اللي قدامكم دي، علشان بس تديها طعم. البصل مفيد وبيدي تسكيرة معينة كده، الفلفل بيدي نكهة حلوة، وكمان لو سبايسي واحنا بنحب الحاجة السبايسي هتبقى كده تمام. هنشوح بقى اللوبيا مع المكونات بتاعتنا الجميلة دي كلها. تحبي تقلي الصلصة عن كده اوكي، تخففيها شوية ماشي. انا بقى كنت عاملة فراخ وعندي شوربة فراخ، فبدأت كده ان انا ازود اللوبيا بتاعتي خلاص، لان الصلصة تعتبر متسبكة وتمام، ومش عايزينها بقى تبقى حامية قوي يعني، وعلشان ما تبقاش حامية برضو وتعمل حموضة. هسيبها تغلي كده شوية، وهحط بقى نص معلقة من السكر علشان تعادل الحموضة اللي في الطماطم. دايما اي حاجة تعمليها بصلصة او بطماطم لازم نحط لها كده شوية سكر. غرفناها بقى وعملناها جنبها شوية رز، وكان فيه فراخ وشوية شوربة. ممكن نعملها كده رز ولوبيا بس، يعني على حسب الحالة الاقتصادية، كله تمام يعني وكله بيمشي الحمد لله. اعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.